ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يقول ابن القيم الجوزي رحمه الله جل وعلا: أشد أنواع العقوبات أن تنحرف ويوهمك الشيطان باستقامتك. يعني الإنسان يبتعد عن طريق الحق ويفعل الموبقات ويقع في المحرمات ويتأخر عن الطاعات ويسابق إلى كل أمر يغضب الله سبحانه وتعالى، وتجد الشيطان يوهمه بأنه مستقيم. قد يكون شكله الظاهري مستقيم في مظهره، لكن الشيطان ينخر في قلبه ويفسد عليه إيمانه، وقد يأتي يوم من الأيام إن لم يتداركه الله جل وعلا برحمة ويتوب إلى ربه وإذا به يسقط وتذهب استقامته وقد لا تعود إليه مرة أخرى. فلننتبه ولنحافظ على الهداية وعلى الاستقامة، ولنتذكر هذه الآية: ويحسبون أنهم مهتدون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المهتدون حقا، المتمسكون بمراض الله، الحريصون على طاعته، المستغفرين عند الزلل والخلل، الذين يقولون يا رب اغفر لنا، فيصلحون ما بينهم وبين الله، فتعود لهم الحياة، أعني بها حياة القلب واستقامته على طاعة الله، حتى يقفون أمام الله جل وعلا فيقال لهم في زمرة أهل الإيمان والتقوى: ادخلوها بسلام آمنين إلى الجنة. أسأل الله لي ولكم ذلك.